الفيديو ده أنا جاي أغيّر لك الmindset بتاعتك في تعاملك مع أي AI model. ناس كتيرة لمّا بتيجي تستخدم أي AI model سواء في الcoding أو في الchatting قوم تلاقي الresponse الmodel اللي مش عاجبها، تقول ده المشكلة في الmodel فأنا هانتقل مثلًا من GPT لClaude عشان Claude أحسن، وفي الحقيقة معظم الوقت المشكلة مش بتكون في الmodel. ففي الفيديو ده هنتعلم مع بعض rule واحدة، الrule دي لو أنت طبّقتها في أي project هتخلّي الAI دايمًا بيطلّع لك الoutput زي ما أنت عايز بالضبط. كمان في الفيديو ده هنتعلم مع بعض إزاي نعمل skills وproject rules بشكل عملي عشان تساعدنا دايما نحسن في الريسبونس بتاع الاي اي طول ما احنا شغالين في البروجكتس. طيب تعالوا نبدا كده السيشن بشكل عملي، نبدا نشوف مشكله الاول. انا جربت اكتب لكلود ان هو يقول لي ايه الليتست فيرجن من المودلز بتاعت كلود اللي موجوده دلوقتي. المفروض في وقت الفيديو ده اللي انا متوقعه ان الاجابه تبقى كلود اوبس 5، بس هو طلع اجابات مش ابديتد، كلود اوبس 4.8 وهكذا. طب انا كنت عملت تعديله كده هنشوفها دلوقتي، بس تعالوا نسال نفس البرومبت دلوقتي لشات سيشن تانية. هنبص كده هنلاقيه بدا يسيرش الاول، ما جاوبش بسرعه وخلاص، وابتدى يكونفيرم من الاوفيشال دوكيومنتس وطلع لي فعلا كلود اوبس 5 اللي هي الاجابه اللي احنا كنا متوقعينها، والريسبونس بقى احسن بكتير وابديتد. الفرق ما بين التو شات سيشنز دول هم نفس الموديل ونفس كل حاجه، انا بس زودت انستراكشن لكلود من هنا من جنرال انستراكشن فور كلود، ان انا لما اجي اسالك على حاجه تكنيكال او على فاكت لازم تسيرش الاول وتفيريفاي المعلومه قبل ما ترد عليا. ومن هنا عايزين نبدا السيشن برول مهمه جدا، ان لو لقينا الاي اي موديل سواء في الشاتنج او في الكودنج مطلع الاوتبوت مش زي ما احنا عاوزين، مش اول حاجه نفكر فيها ان المشكله في الاي اي موديل، هي ممكن المشكله تبقى في الايكو سيستم بتاعنا اللي احنا عاملينه حوالين الموديل. طيب تعالوا بقى نطبق نفس المايند سيت دي على بروجكت. البروجكت ده فيه كده كذا اي اي فيتشر، انا عايز اضيف فيه شات بوت وحاجات كده. عايزين نشوف بقى المايند سيت دي هتفرق ازاي معانا في الريزلتس. طيب خلينا بس الاول كده نتعرف على حاجه اسمها بروجكت رولز. دي بتبقى مثلا في كلود بيبقى فايل اسمه كلود دوت ام دي، كلود كود بالاخص يعني. في كرسر بتبقى دوت كرسر سلاش رولز. فدي هتلاقيها هنا موجوده في الكونتكست ويندو كده اسمها ميموري فايلز، وبيبقى شكلها عامل كده. بتبقى مجموعه انستراكشنز دايما بتبقى لودد مع البرومبت بتاعك، يعني بتكتب برومبت بيحصل له كونكاتينيشن مع الانستراكشنز دي، وبيبقى كلهم برومبت واحد. فالبروجكت رولز دي بتبقى مهمه جدا، هنشوف استخدامها دلوقتي. فكان عندي كده برومبت زي كده بقول له عايز اضيف شات سيرفيس. الشات سيرفيس دي يعني اعمل فيها خطوات 1 2 3. فبدأ الاي اي يبدأ يحاول يمبلمنت، بس انا لاحظت كذا مشكله. اول مشكله ان هو كل ما بطلب منه حاجه جديده الاقي ان هو بيرن التستات كلها اللي عندي، وانا مش محتاج ارن التستات كلها، ده مثلا بياخد وقت كبير قوي في اللودنج. لقيته مثلا خد محاولات كتيره على ما عرف يرن السكريبتات بتاعتنا، فده طول مده البرومبت. ساعات ممكن تلاقي الريسبونس الاوتبوت شكله، لو تسأله على حاجه الانجليش كده مجعلص والاوتبوت مثلا مش واضح قوي، ودي اعتقد بنشوفها في موديلز كتيره. فانا مش عايز بقى التفكير ان احنا لا المشكله في الاي اي موديل، هو احنا عايزين اول حاجه المشكله دي ما تتكررش. فاحنا عايزين اول حاجه بعد كل برومبت نحاول ندرس المشاكل اللي حصلت ونبدا نترجمها لرولز. الرولز دي نضمن ان هو مش هيكرر المشاكل تاني. فانا قبل ما اروح اعمل رول حتى فدخلت اكتب للاي اي ان انا لقيت في مشاكل زي ان انت خدت وقت كبير قوي على ما تعرف ترن السكريبتس، ورنيت التستات كلها، وهو كان اكسبكت ان انا عايزك ترن التست بتاع السيرفيس دي بس. فايه الرولز اللي انت بتريكومندها ليا عشان نحسن البروسيس كل مره. فهو بدأ كمان يديني ريكومنديشنز دلوقتي لايه الحاجات اللي ممكن نحطها في الرولز عشان خاطر تحسن البرفورمانس المره التانيه. زي مثلا ان احنا نحط رول ان انت دايما ترن التست بتاع السيرفيس بس. رول تانية ان لو في باكج عايز تنزلها مش كل مره تعمل بيب انستولر ريكويرمنتس كلها، نزل الباكج دي بس. فانا خلاص هطلب من الاي اي كمان هو يابديت لي الانستراكشنز دي عشان خاطر المشاكل ما تتكررش المره الجايه. ودي من ساعة ما أنا بدأت أطبّقها في الشغل، ودي فرقت معايا جدًا. بقيت أي مشكلة ألاقي الAI بيعملها، على طول أعرف إن أنا عايز أupdate الinstructions بتاعتي أو الskills اللي هنتكلم عليها كمان شوية. فدي الmindset اللي عايزين نطلع منها في session النهارده، إن إحنا أول ما نلاقي الAI شغال مش بأحسن performance دايمًا نفكر إحنا عايزين نupdate الecosystem عشان خاطر المرّة الجاية لمّا نيجي نكتب prompt الresponse يطلع بشكل أحسن. فخلاص بقى ضبّطنا الproject rules بتاعتنا مع مساعدة الAI، يعني خلّينا الAI هو اللي يعملها لنا عشان الAI بيعملها بأحسن شكل. وابتدى بقى يبقى عارف إن أنت مش كل مرّة هترن التيستات كلّها، أنت بس هترن التيست الخاص بالتاسك بتاعك، وكل المشاكل اللي إحنا قابلناها في السيشن اللي فاتت. فرُحنا لمّا دلوقتي جينا جرّبت مسحت الكود أو السيرفيس اللي طلّعها وطلبت التاسك تاني من الAI، عمل نفس التاسك أسرع بكتير، ورَن بس التيست الخاص بالسيرفيس، والتاسك اتعملت بشكل efficient، وبقى أي سيرفيس بعد كده هاعملها أو أي تاسك هتتعمل بالشكل اللي أنا عاوزه ده. طيب بس في مشكلة بقى هنا، إيه هي؟ إن إحنا عندنا الrules دي، هي دي دايمًا كده بتبقى part من الinputs بتاعك. يعني إيه؟ يعني إحنا عندنا كل ما بنيجي نكتب prompt الموديل بيقعد يsync شوية كده وبيخش في loop،
بعد كده بيطلّع لنا output. فبتيجي الشركات بتاعة الAI model زي Anthropic أو كده، بيحاسبونا إزاي؟ على أنت استهلكت input tokens قد إيه، وطلع لك output tokens قد إيه. فكل ما الrules دي بتكبر، الinput tokens بتزيد، فبالتالي الprice بتاع كل request بيزيد أوي عليك. plus إن أنت كل model عندك حاجة اسمها context window. الcontext window دي الmaximum tokens اللي الموديل قادر يشوفها مرّة واحدة، فبرضه كل ما الrules بتزيد بتقعد تاخد part من الcontext window، فإحنا كده محكومين. افرض أنا عندي بقى instructions كتيرة في الproject، حاجات ليها علاقة بالcode review، وحاجات ليها علاقة بالtesting، حاجات ليها علاقة بتفاصيل كتيرة أوي، فدي هتبقى مشكلة إن أنا كل ده عمّال باكبّر في الcontext window وبيكتر الpricing بتاع كل request بتاعي، فعايزين نحل بقى دلوقتي المشكلة دي، فعشان كده ظهر لنا الskills بقى. إيه الskills دي؟ هي برضه مجموعة instructions للAI model بس بطريقة optimized شوية. فfor example أنا عندي instructions حطيتها هنا .cloud.skills، برضه instructions خاصة بالdatabase migrations مثلًا. فinstructions عادي جدًا فيها تفاصيل خاصة بالdatabase migration، برضه instructions خاصة بالtest coverage، skill ليها علاقة بالproject code review. طيب إيه المميز فيها؟ ما أنا مش فاهم، ما أنا ممكن أحط الكلام ده في الcloud.md أو في الproject rules اللي اتكلمنا عليها. هنا بقى هنبُص هنلاقي في حاجة، هنلاقي الskills دي الpart اللي محطوط في الcontext window مساحته صغيرة أوي 1.8K مقارنة بكل الinstructions اللي محطوطة في الفايلات دي. طب ليه ده بيحصل؟ عشان خاطر الcontext window مش بيبقى فيه كل الskills دي، هو بيبقى فيه بس الdescription بتاع الskill. فنفترض مثلًا إن أنت كتبت prompt خاص بالtesting، فبيبدأ يشوف كل الdescription بتاعة الskills اللي عنده، ويبدأ يload الskills بس الخاصة بالprompt بتاعك. فأنت لما تسأل عن الtesting لقى إن الdescription ده بيماتش مع الprompt بتاعك، فعمل skip لكل الskills اللي عندك وعمل load للskill دي بس. فبقى بالطريقة دي قادر يبقى عنده instructions كتيرة جدًا من غير ما كلها تبقى محطوطة في الcontext window، لأ أنا بaload بس الحاجة اللي أنا محتاجها. طيب أنا إمتى الinstruction تبقى skill وإمتى تبقى project rule؟ بكل بساطة لو أنت عندك حاجة متكررة دايمًا، مثلًا حاجة ليها علاقة بالresponse بتاع الAI model، أنت عايزه يبقى summarized، عايز يبقى فيه bullet points في الآخر بتsummarize الحاجة مش عارف إيه، فدي تبقى rule، هي حاجة بتتكرر معاك في كل الtasks. أمّا لو حاجة تانية مش بتتكرر معاك، حاجة خاصة بالcode review، حاجة خاصة بالtesting، يبقى دي skill عشان ما تبقاش في الcontext window معاك دايمًا، وتبقى loaded بس لمّا تكون بتعمل الtask اللي خاص بيها. طيب تعالوا بقى دلوقتي نفهم إزاي تcreate skill بشكل عملي. أول حاجة إحنا دلوقتي الgoal بتاعنا عايزين نعمل skill تساعدنا نعمل code review بشكل سليم، سواء بقى على الكود بتاعنا أو كود حد معانا في الteam وعايزين نreview عليه. فبابدأ معاه كده بprompt مبدئي، باقول له أنا عايزك تreview الservice دي ودي، واديني بقى review comments في كذا حاجة زي الbugs والperformance والdesign improvement. فبدأ الAI كده شغال شوية، بدأ يطلع لي الoutput ده إن في critical bug هنا، وإن في performance improvement ممكن يبقى في الجزء ده، وdesign improvement هنا وهكذا. فالoutput لذيذ، بس أنا بالنسبة لي كنت محتاج لأ، أنا عايزه يبقى في document.md document، والdocument دي يبقى فيها table، والtable ده فيه الحاجات بالpriority بتاعتها، بحيث إن أنا أشوف الhighest priority وأخش review عليهم على طول، والlowest priority ممكن أأجلهم للآخر أو كذا، فيبقى الموضوع readable أكتر. ففعلًا create لي الdocument كده، فالموضوع بقى بالنسبة لي أحسن. بس طبعًا بقى عمليًا هو طبعًا الoutput زي ما أنا عايز مش بيطلع من 2 iterations، أنا ممكن أقعد chat session كبيرة جدًا مع الAI، نقعد نعدل في حاجات لغاية ما أوصل لأحسن شكل، نبدأ نfocus إن إحنا نcover code review من جوانب تانية مختلفة كتير، من ناحية برضه الsecurity، من ناحية حاجات كذا. ممكن يبقى ساعات بيprovide مثلًا بعض الcomments، والcomments دي إحنا في العادي في الproject بنعدّيها، ما تعتبرش بالنسبة لنا bug أو issue، فأبدأ أmention أقول له لأ الحاجات دي ما تحطهاش. بس المهم اللي عايز أطلع منه إن أنت بعد الchat session دي كلها، وبعد ما توصل للشكل اللي أنت عايزه، بتروح للAI بتقول له أنا عايز أعمل الskill دي بتكون covered كل حاجة اتناقشنا فيها في الdiscussion، والoutput يطلع لي زي آخر حاجة عملتها، عشان مش كل مرة أخش معاه في الdiscussion دي تاني. فالAI بيبدأ يcreate لي الskill اللي أنا عايزها، هنلاقيه كده هنا سماها line by line review. فلو جيت كده أclear وأطلب منه بقى يreview على أي حاجة تانية، فطلبت منه يreview فايل اسمه embedding.py، فأول حاجة عمل matching ما بين الprompt اللي أنا كتبته له وما بين الdescription بتاع الskill، فلقى هي دي الskill المناسبة معاه، فعمل لها loading زي ما شرحنا، وبدأ بقى يمشي عليها، وجا في الآخر راح create لي table للcode review بالشكل اللي إحنا اتفقنا عليه قبل كده مع بعض بقى في الskill. فبس كده يبقى إحنا طلعنا من الsession دي إن إحنا غيّرنا الmindset بتاعتنا، بقت بدل ما إحنا نقول إن الAI شغال بشكل مش كويس، هو الreply بتاعه شكله complicated أوي، هو بيغيّر في حتت الكود المفروض ما يغيّرش فيها. لأ، هي دي مش مشكلة الAI، هي دي مشكلة الecosystem بتاعنا إحنا، فإحنا المفروض نعمل له الrules والskills اللي تحكم الAI يطلّع الoutputs بتاعنا زي ما إحنا عايزين. وهنقعد طول الوقت وإحنا شغالين في الproject بنimprove في الskills والrules لغاية ما خلاص بقينا كل ما نسأل AI على حاجة، هو من مجرد prompt بسيط أوي هو فاهم أنت عايز الحاجة بشكلها عامل إزاي، ويطلّعها لك زي ما أنت عايز بالضبط. بس كده، يا رب تكونوا استفدتوا، وأشوفكم الفيديو الجاي إن شاء الله.